السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام ورحمة الله وبركاته. أحلى هندسة في الدنيا. السلام عليكم هندسة. الله يخليكم جميعا. الصوت والصورة والأمور كلها تمام؟ تمام يا هندسة. تمام. تمام يا مدير. تمام. تمام. احنا حاليا بنريكورد المحاضرة علشان الناس اللي عندها امتحان بكرة. تمام، أو عموما يعني الكورس كده كده لايف، وبعد اللايف هيبقى ايه؟ هتاخد تسجيل مني للمحاضرة زي ما احنا اتفقنا في الجروب إن شاء الله. المحاضرة بتاعت النهاردة كده انترودكشن. أنا عارف إن في ناس خريجة حاسبات، في ناس في حاسبات، في ناس بدأت في المجال. تمام، وفي ناس لسه ما تعرفش أي حاجة عن المجال. تمام، في ناس برضو سنها معانا من 14 سنة، وفي ناس ما شاء الله فوق ال 50 سنة معانا. تمام، فإحنا هنبدأ كأننا ما نعرفش أي حاجة عن المجال خالص، وهنبدأ واحدة واحدة. طيب، أنا النهاردة إن شاء الله أنا هكلمك عن المحتوى، إزاي تقدر تستفاد من الكورس، ايه اللي انت ممكن تطلع بيه من الكورس ده في ال4 شهور. تمام، وازاي توصل لاقصى استفادة، وازاي تطبق معايا. هكلمك برضو شوية عن سوق العمل. تمام، وليه التكنولوجي دي اللي انا اخترتها علشان نشتغل بيها. تمام، وليه ما اخترتش حاجة تانية، وازاي اخليك تمام تنزل سوق العمل وانت مرتاح، وزي ما نقول كده تستمر في ان انت تعمل ابديت دايما للمهارات بتاعتك. يعني انت خلصت ال4 شهور، انا مش هاجي اقول لك ان انت هتروح تشتغل على طول في اي شركه انترناشونال مثلا. تمام. لكن انت في برضه حياه بعد ال4 شهور المفروض ان انت تكمل فيها وتطور نفسك فيها، لان المجال غير منتهي. يعني المجال مش مجرد محتوى معين خلص كده انا قفلت اللعبه. لا، في حاجات كل يوم بتظهر جديده، فازاي ان انت تفضل مستمر. تمام، وخلافه. فتعالى اول حاجه كده بس، المايكات بقى يا شباب، واللي فاتح الكاميرا وخلافه. الناس لسه بتجوين معانا. تمام، فواحده واحده كده. مبدئيا يا شباب، دلوقتي انا عندي حاجه اسمها فول ستاك. طبعا في ناس معانا فول ستاك كملت في المنحه واشتركت في الباك اند، وفي ناس مكتفيه فقط بالفرونت اند. فانا هكلمك تمام كمجمل، وهكلمك من تحت الصفر كمان. فخلينا واحده واحده. عندي حاجه دلوقتي اسمها فول ستاك. الفول ستاك ده يا شباب عباره عن ايه؟ قال لي ده تصميم وتطوير الواجهه الاماميه والواجهه الخلفيه. يعني ايه يا هندسه؟ الفول ستاك بينقسم معايا لقسمين اتنين. اول جزء الفرونت اند، وتاني جزء الباك اند. طيب، جزء الفرونت اند معناها ايه؟ الفرونت اند معناها الواجهه الاماميه، يعني اي حاجه انت بتشوفها بعينيك في اي ويب سايت ده الواجهه الاماميه. تخيل معايا مثلا موقع زي الموقع بتاع الفيسبوك. تمام، انت لما تيجي تفتح الفيسبوك بتاعك من الموبايل او من التابلت او من اللابتوب، اللي انت بتشوفه كل حاجه انت بتشوفها قدامك، تمام، ده كده واجهه اماميه. ده الجزء بتاع الفرونت اند. ده تصميم الواجهة الأمامية، من ألوان، من حجم خط، من المسافة ما بين العناصر. تمام، زي الواجهة الأمامية بتاعت البرنامج اللي أنا بشرح لك عليه دلوقتي. العنصر ده ليه واخد اللون ده، والعنصر ده ليه بيبعد المسافة دي عن اللون التاني ده، ليه زرار السيرش فوق بالشكل ده، طب ليه العناصر دي موجودة في النص. يبقى أي حاجة أنت بتشوفها بعينيك في أي موقع ده الواجهة الأمامية بتاعتك. طيب، طبعا علشان انت تدرس الفرونت اند في مهارات معينة لازم تتقنها علشان تبدأ تشتغل وتعمل الكلام اللي قدامك ده. طب امال ايه الباك اند يا هندسة؟ هل ده معناه الواجهة الخلفية؟ هي ترجمة حرفية معناها مطور الواجهة الخلفية. بس يعني ايه برضه؟ الباك اند هو الجزء بتاع البرمجة، كل العمليات اللي بتتم وانت مش شايفها قدامك بس انت حاسسها. يعني ايه؟ انت دلوقتي عملت بلوك لواحد على الفيسبوك،
انت دلوقتي ما تعرفش البلوك ده اتعمل ازاي، انت دخلت عملت بلوك تمام، بعد كده لا انت شايفه ولا هو شايفك، لحد ما في حد، لحد انت ما تيجي ترفع البلوك ده عنه. طيب العمليه اللي تمت هنا هي تمت خلف الكواليس. يعني هندسه انا بضغطة زرار واحد في حدث حصل، تمام، بس انا مش عارف هو حصل ازاي. انا عملت بلوك او بعت طلب صداقه لواحد، هو البلوك اتعمل وطلب الصداقه راح لي، تمام، بس في نفس الوقت انا مش عارف الكلام ده تم ازاي. هو ده اللي مقصود بحاجه اسمها الواجهه الخلفيه، يعني العمليات اللي تمت خلف الكواليس، انت شفتها بعينيك بس انت مش عارف هي تمت ازاي. ودايما في الباك اند ده الجزء بتاع البرمجه. هو الفرونت اند فيه برمجه بس البرمجه بتاعت الفرونت اند تمام مش هتقدر تواكب البرمجه بتاعت الباك اند، لان كل حاجه ليها تخصصها. زي بالظبط كده دكاتره الطب البشري، كل دكتور ليه تخصصه مع انهم كلهم خريجين نفس الكليه، بس كل واحد بيبقى شاطر في التخصص بتاعه. طيب يا هندسه، دلوقتي علشان نبدا نتعلم مجال الفرونت اند احنا مطلوب مننا ايه؟ قال لك مطلوب اول حاجه عندي تكنولوجي اسمها HTML. ال HTML دي اختصار لكلمة هايبر تكست مارك اب لانجوج. يعني ايه يا هندسة الجملة اللي انت قلتها دي؟ دي يعني فيما معناه اللغة الهيكلية او لغة النمذجة الهيكلية. يعني ايه اللغة الهيكلية؟ ال HTML انا بستخدمها في بناء الهيكل بتاع الموقع بتاعي. برضو يعني ايه؟ انت لو جيت تبص لاي حاجة حواليك هتلاقي ان هي عبارة عن هيكل. اللابتوب اللي قدامك او الموبايل اللي في ايدك، ما هو اترسم الفريم بتاعه واترسم الهيكل بتاعه وبعد كده اتبرمج الهيكل ده. بلاش كده، البيت اللي انت قاعد فيه تمام ماله هندسة؟ برضه ليه هيكل، ليه عمدان، ليه صبة، ليه سلالم، ليه كل حاجة، علشان في النهاية بنحصل على منتج معين. ايه هو المنتج ده ايا كان بقى؟ القلم اللي في ايدك ما هو ليه هيكل، ليه جسم، والانبوبة بتاعت الحبر وده برضه هيكل. يبقى ال HTML هي ألف باء بتاع أي حد هيخش يدرس برمجة، لان بدونها انا مش هقدر ابني هيكل لاي حاجه، سواء ويب سايت، سواء ويب ابلكيشن، سواء اي حاجه عموما. يبقى ده مسؤوله عن بناء الهيكل بتاعي. طيب هل ال HTML لغه برمجه؟ السؤال ده دايما بيتسال. ال HTML ما هياش لغه برمجه، تمام، امال هي ايه يا هندسه؟ هي لغه هيكليه بستخدمها في بناء الهيكل بتاع الموقع بتاعي. عموما الفرق ما بين اي لغة برمجة واي لغة تانية اللي هي لغة هيكلية مثلا، لغة البرمجة بتعتمد على المنطق. يعني انا لما اجي اسأل مثلا لغة برمجة واقول لها واحد زائد واحد بتساوي كام، هتقول لي بتساوي اتنين. فهنا في تمام تفاعل ما بيني وما بين لغة البرمجة. طب ال HTML لو جيت قلت لها واحد زائد واحد بيساوي كام، هتقول لي واحد زائد واحد. يبقى هنا مفيش منطق، هنا ما بتردش عليا، هنا ما بتقدرش تستوعب تمام الحاجه اللي انا بقول لها. ليه؟ لان هي مبنيه على مجموعه من التاجات، وكل تاج ليه وظيفه. ال HTML انا بستخدمها يا هندسه في بناء الموقع بتاعي. فتعال نقول هنا مثلا ان انا بستخدمها يا هندسه، ولنفترض هندي مثال لعماره. العماره اللي انت قاعد فيها تمام، علشان تطلع الدور التاني والتالت وتبقى عماره 10 او 15 دور، ايه اللي حصل؟ انا بنيت الهيكل بتاعي. ببني الهيكل بتاعي يا هندسه علشان اقدر تمام احط دور او مبنى فوق التاني. يبقى مين اللي مسؤول عن بناء الهيكل يا هندسه؟ اي عماره خرسانيه تمام شايفها بعينيك هو ده الهيكل بتاعك. كذلك برضو هنا انت علشان تعمل موقع لازم الاول تبني الهيكل. انت جسمك نفسه جواه هيكل عظمي، صح كده؟ طيب يا هندسه، رقم اتنين في الفرونت اند عندي حاجه اسمها السي اس اس. السي اس اس اختصار لكلمه كاسكيدنج ستايل شيت. يعني ايه يا هندسه؟ يعني من الاخر كده ده ورقه الستايل بتاعتك او ملف التصميم، ملف الالوان، ملف الديكور. المهم ان انت تبقى رابطها بان هي مسؤوله عن الديكوريشن بتاع الموقع، الستايل بتاعك. يعني ايه يا هندسه؟ دلوقتي انت لو بنيت العماره بتاعتك
واللي هي عباره عن هيكل زي ما انت شايف كده، عمدان بس وصبه. هل انت تقدر تسكن فيها؟ بالطبع لا. طب انت ناقص ايه يا هندسه علشان ابدا اسكن في العماره دي؟ مبدئيا انت محتاج ان انت اول حاجه تبنيها بالطوب، وبعدين تحط فيها الكهرباء والسباكه، وتحط فيها العفش بتاعك، وتحط فيها كل حاجه من المستلزمات بتاعتك، وتبدا تدهنها، وتبدا تحط فيها الديكوريشن بتاع المكان. تمام. وتبدا تحط فيها الاثاث بتاعك وخلافه، علشان تبقى شقه واقدر اسكنها. هو نفس الكلام هنا برضه. انت دلوقتي بنيت الهيكل بتاع الويب سايت او بتاع العماره بتاعتك. السي اس اس مهمتها ان هي بستخدمها في عمل الاتي. مبدئيا، في تحديد حجم العناصر. يعني ايه يا باشمهندس؟ انت عندك اوضه كبيره واوضه تانية صغيره. طب ما انا عاوز اعمل برضو في الويب سايت بتاعي كده جزء كبير وجزء صغير. مين اللي هيسمح لي ان انا اعمل الكلام ده يا هندسه؟ السي اس اس، لان انا بستخدمها في المقاسات. ده رقم واحد. طب يا باشمهندس، الالوان بتاعه المكان اللي انت قاعد فيه مين المسؤول عنها؟ السي اس اس. طب مين المسؤول ان الحجم يكون كبير او صغير او واسع او ضيق او خلافه؟ برضه السي اس اس. طب مين المسؤول ان العنصر بيبعد عن عنصر تاني مسافة معينة؟ مثلا مجموعة العناصر اللي انت شايفها فوق دي بتبعد عن الايكون دي المسافة دي كلها. ازاي بتبعد كده السي اس اس؟ يعني من الاخر كده السي اس اس هي المسؤولة عن الديكور والستايل بتاع الموقع. الوان، صور، حجم عناصر، نوع خط، تمام، حجم الخطوط، الوان الخطوط زي ما انا هنا عمال بلون معاك اهو. تمام. عندك الانيميشن. يعني ايه الانيميشن يا هندسه؟ الانيميشن لو انت فتحت اي موقع فجاه كده بتلاقي مثلا حاجه طلعت، حاجه نزلت. تمام. تعالى مثلا هوريك يعني ايه انيميشن بسرعه كده. ولنفترض لو انا جيت دلوقتي مثلا فتحت ويب سايت زي ده كده، فشايف حاجه زي كده، دي انيميشن. الحركه الكلام اللي بيمشي فوق ده، تمام، الماوس وطريقة الكلام. لو جيت قلبت كده هتلاقي الكلام اللي هنا عمال بيعمل ايه؟ عمال يا هندسة بيحصل ليه انيميشن، بيبدأ يطلع كده من تحت لفوق. لو جيت نزلت هتلاقي الصور فتحت معاه. مين المسؤول ان هو يعمل الحركات اللي انت شايفها قدامك دي؟ ده السي اس اس. يعني يا هندسة، انا علشان اعمل صورة بالحجم اللي انت شايفه ده لازم أنا استخدم السي اس اس. ايوه. طب لو انا عايز الون الخط بتاعي او اتحكم في مسافة العنصر من مسافة العنصر اللي تحته او اللي جنب منه، برضه سي اس اس. الالوان بتاعتي سي اس اس. نوع الخط المستخدم. تمام. الانيميشن اللي موجود في الموقع، كل حاجة انت بتشوفها هنا من ديكور. تمام. المسافة ما بين العنصر ده والعنصر اللي جنبه. تمام. العنصر اللي بيطلع بيبقى لونه اخضر لما باجي اقف واعمل انيميشن. كل الكلام ده سي اس اس. طيب يا هندسة، بعد كده عملت انا هندسة الكلام اللي انت وريته لي ده باستخدام السي اس اس. يبقى انا ببني الهيكل وبعدين بروح اعمل الستايل بتاعه. رقم ثلاثة، قال لي عندي حاجة اسمها جي اس. الجي اس اختصار لكلمة جافا سكريبت. الجافا سكريبت دي ايه؟ دي اول لغة برمجة انت هتقابلها في عالم الويب، ومن اشهر لغات البرمجة اللي موجودة دلوقتي على مستوى العالم كله. تقريبا ما بقتش سايبه مجال غير لما بدات تشتغل فيه. شغاله معاك في الفرونت اند، شغاله معاك في الباك اند، شغاله معاك في الاي اي، شغاله معاك في اللي هو الروبوتكس. تمام. وشغاله معاك في مجالات تانية، شغاله معاك في الموبايل ابلكيشن، يعني في تطبيقات معموله تمام عندك على الموبايل بتاعك باستخدام الجافا سكريبت. فهي بدات تكون شغاله معايا في مجالات كتير قوي. لو انت اتقنت اللغه دي، مصادر كتير قوي في الشغل هتتفتح لك، لان انت هتقدر تشتغل كفرونت، كباك، كموبايل ابليكيشن وخلافه. اللي بيعرف تمام لغة برمجة زي الجافا سكريبت يقدر يتنقل ما بين الاقسام بتاعة البرمجة بسهولة. واللي هيعرف لغة برمجة واحدة هيقدر يتنقل للغات برمجة تانية برضه بسهولة. طيب يا هندسة، الجافا سكريبت هنا هندسة مهمتها ايه؟ الجافا سكريبت انا قلت لك ان دي اول لغة برمجة انت هتقابلها. طب هي بتعمل ايه في الفرونت اند؟ قال لك هي مسؤولة عن التفاعل
اللي ما بين المستخدم وما بين الموقع نفسه. انا دلوقتي عمال بستخدم معاك الموقع ده لايف، ده مش ابلكيشن، ده انا فاتحه معاك لايف من على جوجل اهو. لما انا دلوقتي باجي اضغط مثلا على الايكون دي واجي اكتب، بيقوم جايب لي الزرار الاحمر فعلا. لو انا ضغطت على الاسود وجيت اكتب هيجيب لي الاسود برضو. طيب هو عارف منين ان انا ضغطت على الاحمر وسمح لي ان انا اكتب بيه، ونفس الكلام على الاسود؟ فقال لك عن طريق لغه برمجه زي الجافا سكريبت. طيب الجافا سكريبت هنا هندسه مالها؟ قال لك بتضيف التفاعل ما بين المستخدم اللي هو انا حاليا وما بين الموقع اللي انت بتستخدمه. طيب هي لما بتضيف التفاعل، انا كمبرمج لازمتي ايه؟ انت هنا اللي بتسمح لها، انت اللي بتستخدم لغة البرمجة الجافا سكريبت وبتكتب الكود بتاعها علشان ترد على المستخدم اللي هيستخدم الموقع اللي انت بتبرمجه او اللي انت بتصممه. يعني ايه هندسة؟ هقول لك انا. تعال نرجع لمثال العمارة. العمارة دي لو احنا قلنا ان هي 15 دور، دلوقتي لو انا عاوز ابيع العمارة دي بسرعة، لازم احط في الحسبان ان ممكن الدور ال 15 ده او من فوق ال 10 او الادوار العالية عموما، ممكن يكون حد من الناس اللي هي كبار في السن او حتى احنا، تمام، عايزين نسكن فيها. فانت هنا بتوفر لي إيه؟ انا بوفر لك اسانسير. طب هو انا دلوقتي علشان استخدم الاسانسير انا بعمل ايه؟ انا بضغط زرار على الاسانسير بينزل لي او بيفتح لي، واختار الدور بتاعي وبعدين بيطلعني للدور اللي انا حددته. يبقى هنا في تفاعل ما بين حضرتك وما بين العمارة اللي انت ساكن فيها عن طريق ما يسمى بالاسانسير. يبقى المهندس اللي بنى العمارة حط في الحسبان ان انت عاوز تطلع الدور السادس السابع ايا كان الرقم، فمش هيجي هو يشيلك ويطلعك. طب بيعمل ايه؟ بيضيف لك مادة تفاعلية. المادة التفاعلية هنا مين؟ الاسانسير بتاعك. وبيسمح لك وبيدي لك كل الاوبشنز. انت نفس الكلام في الجافا سكريبت، تمام، مسؤول ان انت تضيف التفاعل ده ما بين المستخدم وما بين الموقع اللي انت بتعمله. مثال، لو انا دلوقتي جيت فتحت الويب سايت ده، انا دلوقتي عملت سكرول وفضلت انزل تحت لحد ما وصلت لاخر الموقع. طب انا عايز اطلع فوق تاني، فالمفروض ان انا هفضل اطلع كده سكرول. طب يا هندسه، انت لو الموقع بتاعك لو طويل قوي، ما انت هتاخد وقت. طب ما انا هنا ممكن اعمل زرار اهو، لو ضغطت عليه بس كليك سحبني هو وطلعني في اول الايه، الموقع. طب الكليك كده فايدته ايه؟ الكليك كده جافا سكريبت، تمام، ضاف التفاعل ما بين الويب سايت وما بيني انا كمستخدم. تمام، مهمته ايه؟ مهمته ان هو لما تنزل تحت يطلعني ايه؟ يطلعني فوق عند الضغط عليه. الايقونه بتاعت السيرش دي لو انا ضغطت عليها فتح لك هنا نموذج لايه يا هندسه؟ لكتابه السيرش. انت عايز تسيرش على كلمه معينه، يبقى مين اللي بيرد عليا؟ الجافا سكريبت. الجافا سكريبت حطت في الحسبان وقالت لو المستخدم ضغط على زرار السيرش ده المفروض ان النموذج بتاع السيرش يتفتح لي. طب انا عاوز اقفله يا هندسه، عمل لك هنا زرار تاني لما يضغط عليه المستخدم، لما يضغط عليه اقفل النموذج بتاع الايه، بتاع السيرش. هي دي باختصار الجافا سكريبت. هنقول برضو انت دخلت ولنفترض على الفيسبوك وكتبت الايميل بتاعك او الباسورد غلط، بيطلع لك رسالة بيقول لك انت كتبت واحد من الاتنين غلط، او كتبت الايميل غلط، او انت نسيت الباسورد، او اخر مرة مثلا غيرت فيها الباسورد يوم كذا. هو مين اللي عمال يرد عليك؟ ما هي لغة برمجة جافا سكريبت عرفت ان انت كنت مغير الباسورد بتاعك او غلطان في الباسورد، وبناء عليه ردت عليك وقالت لك انت مغير الباسورد. لو ما فيش حد هنا بيرد عليك وبيطلع لك الايرور مسج دي، تمام، ويقول لك انت غلطان في الايميل او انت نسيت الايميل او ناسي الباسورد، انت هتكسر الجهاز اللي في ايدك، لان انت في كل مره هتدخل نفس الباسورد الغلط برضه. طب وليه؟ طب ما انا ممكن اطلع لك مسج بنوع الخطأ اللي انت ارتكبته. والله يا هندسة انت نسيت الباسورد، او الباسورد بتاعك مش نفس الباسورد اللي عندي، فبالتالي لا يساويه اللي انت بتكتبه حاليا غير اللي انت كنت عامل بيه الاكونت. فطالما الاتنين ما بيساووش بعض يبقى انت مش هتخش. طب امتى هتدخل؟ لما يكون الباسورد اللي انت كاتبه بيساوي نفس الباسورد اللي انت كنت عامل بيه الاكونت هخليك تدخل. فمين اللي بياخد ويدي معايا في الكلام؟ لغات برمجة، من ضمنها الجافا سكريبت.
خد بالك ان لغات البرمجه عموما كلها تفاعليه. ما انا قلت لك لانها بتعتمد على المنطق. لما اجي اسال اي لغه برمجه واحد زائد واحد بيساوي كام، هتقول لي اتنين. برضه انا لو سالت الجافا سكريبت واحد زائد واحد بيساوي اتنين، واحد زائد واحد بيساوي كام، هتقول لي اتنين برضه. طيب بعد كده هندسه، ده الجافا سكريبت باختصار سريع. بعد كده عندي حاجه اسمها البوت ستراب. دي التكنولوجي اللي احنا هندرسها مع بعض واحده واحده. البوت ستراب ده مهمته ايه؟ البوت ستراب ده مهمته ان حضرتك تسمح للمستخدم ان هو يفتح الموقع بتاعك من الموبايل او من التابلت او من اللابتوب او من اللارج سكرين، زي اللي موجوده عندنا في البيت، اللي هي الشاشات الاتش دي ال 32 بوصه وال 40 وال 45 وخلافه. يبقى اي حد معاه سمارت ديفايس، اللي هو جهاز تمام سمارت، يقدر يخش على الويب سايت والويب سايت يفتح معاه. ازاي يا هندسه؟ ده موقع مثلا انا شغال عليه اليومين دول، بعمله العميل مثلا. تمام. الموقع انت لو انت فاتح معاه من الموبايل هتبقى شايف الايه، الشاشه. لو انت فاتح من التابلت انت شايفه برضه مظبوط. لو انت شايف، لو فاتح من اللابتوب مظبوط. لو انا دلوقتي جيت عملت تيست معاك كده ووريتك شكل الويب سايت ازاي على الاجهزه، ده مثلا جهاز التابلت، شايف جهاز التابلت؟ الموقع بتاعي هيبقى كده في جهاز التابلت. طب انا لو عايزه على الموبايل، هاجي هنا كده واختار مثلا الموبايل، فده مثلا موبايل ايفون، هيبقى كده على شاشة الموبايل الايفون. طب واحد يقول لي مثلا انا عندي ايباد اير او ايباد ميني او مثلا عندي سامسونج مش عارفة ايه، كل الاجهزة اللي موجودة هنا انت بتقدر تعمل عليهم تيست. طبعا انا هعرفك الكلام ده في البوت ستراب ان شاء الله. فهنا مثلا ده الايباد اير او الايباد برو، اسف. ده شكل الموقع بتاعي في الايباد برو زي ما حضرتك شايف كده. طب يا هندسه انا مثلا لو عاوز على جالاكسي اس 5، ده الموقع بتاعي على جالاكسي اس 5. انت في اي ويب سايت من اسف، في اي جهاز من الاجهزه اللي انا وريتها لك دلوقتي، انت شايف ان الموقع بتاعك تقدر تتصفحه عادي خالص. ما ظهرش معاك اي مشكله اطلاقا. الكلام واضح، تقدر تتنقل ما بين اي عنصر والتاني، تمام، وخلافه. ومفيش عندك اي مشكله اطلاقا. طيب ده انيميشن، ده سي اس اس زي ما انا بقول لك اهو. ولو ضغطت كده هيقفل واحده واحده تاني. يبقى البوت ستراب يا هندسه مهمته ان هو هيخلي اليوزر يقدر يتصفح الموقع بتاعي من اي جهاز. ليه؟ دلوقتي كل المستخدمين تقريبا لما بييجوا يعملوا اي حاجه، انت في ايدك الموبايل. انت لو عايز تسيرش على حاجه هتفتح الموبايل، مش هتفتح اللابتوب. صح؟ اكيد صح. طيب فبالتالي انا لازم احط في الحسبان ان الشريحه الاكبر على مستوى العالم، علشان يستفادوا وانا كمان استفاد من الويب سايت بتاعي، تمام، ان انا اعمل لهم موقع يقدروا يفتحوه من اي جهاز في ايديهم، علشان انا برضو استفاد، وعلشان تمام هم كمان يستفادوا. طيب يا محمد، السكرين مش شغال. يبقى النت عندك، لان انت طيب. صوتك اصلا بيقطع، صوتك مش واصل. الشاشه يا شباب واضحه معاكم ولا بتقف ولا ايه بالظبط؟ بس انا الشاشة واضحة وكل حاجة تمام والصوت تمام وكل حاجة تمام. تمام. هي بترجع لضعف النت. يبقى هنا بقى يبقى انت حارس بقى تمام. النت عندك ضعيف شويه. تمام يا هندسه، ماشي. طيب يبقى ده البوت ستراب. والبوت ستراب اساسا مبني على حاجتين. مبني جزء منه اللي هو الخاص بالريسبونسيف مبني على السي اس اس. طيب ليه مبني على السي اس اس؟ علشان انا قلت لك ان السي اس اس مسؤوله عن حجم العناصر. طب ما انا عايز الحجم بتاع العنصر ده في الشاشه الصغيره يصغر وفي الشاشه الكبيره يرجع يكبر. يبقى مين اللي هيتحكم فيه؟ السي اس اس. يبقى في جزء من البوت ستراب مبني على السي اس اس، وجزء تاني مبني على الجافا سكريبت. تمام. وهعرفك عليهم ان شاء الله لما نوصل للبوت ستراب. ومش هياخد مننا محاضره ساعه واحده فقط، لان انت علشان تستخدمه ما هو الا ان انت تكون عارف شويه عن السي اس اس وعارف عن الجافا سكريبت، وبالتالي هو مش هياخد منك ساعه واحده. طيب بعد كده ولحد هنا، لحد هنا كده انت اسمك يو اي ديفلوبر.
اليو اي ديفلوبر ده اللي بيعمل المواقع الاستاتيك. لحد هنا انت في خلال شهرين ونص تقريبا تقدر تبني ويب سايت، تقدر تعمل موقع زي اللي انا وريته لك من شويه، مفيش فيه اي معضله خالص. تقدر ان انت تبيعه، تقدر ان انت تكلم عملاء، تقدر ان انت تكسب، وشغلك تمام. اليو اي ديفلوبر بيعمل مواقع استاتيك. يعني ايه استاتيك يا هندسه؟ يعني مواقع مفيش فيها برمجه، مفيش فيها تعامل مع البيانات ولا السيرفر. طيب يا هندسه انا عايز ابقى فرونت اند، انا مش عايز ابقى يو اي ديفلوبر، انا عايز ابقى فرونت اند ديفلوبر. ايه الفرق؟ الفرق ان انا بزود بعد البوت ستراب، او بعد السكيلز اللي انا شرحتها فوق، تمام، عندي حاجه اسمها الرياكت جي اس. الرياكت جي اس مكتبه مبنيه على الجافا سكريبت. علشان تبدا تشتغل بالرياكت جافا سكريبت لازم تكون عارف ايه؟ عارف جافا سكريبت. انا قلت لك من شويه الجافا سكريبت شغاله معاك كفرونت اند، شغاله معاك باك اند، شغاله معاك في مجالات كتير قوي في البرمجه. طيب يا هندسه، انا عندي الرياكت جافا سكريبت دي مالها؟ الرياكت جافا سكريبت دي مبنيه على لغه البرمجه اللي هي الجافا سكريبت. مهمتها ايه ومين اللي اخترعها وطلعت امتى؟ الرياكت من اختراعات شركه فيسبوك. فيسبوك هو اللي عامل الرياكت. الانستجرام اللي انت بتفتحه شغال باستخدام الرياكت. اليوتيوب شغال باستخدام الرياكت. الفيسبوك اللي انت شغال عليه باستمرار معمول باستخدام الرياكت. الواتساب نفسه معمول باستخدام الرياكت. كل المنتجات وكل البرودكتس بتاعت ميتا او الفيسبوك عموما شغاله بالرياكت جافا سكريبت. وهم اللي عملوها في 2013. طبعا على لما جات لنا هنا وبدانا نشتغل بيها هنا في مصر والسوق العربي عموما كان من 2018 تقريبا و2019. بس الفترة اللي فاتت بدأت تكون منتشرة على مستوى العالم. يمكن في شركات كبيرة قوي غيرت البنية التحتية بتاعت المواقع بتاعتهم وبدأت تشتغل على الرياكت. طيب ايه فايدتها يا هندسة علشان العالم كله يتجه للرياكت؟ او فايدتها ايه؟ دلوقتي يا هندسة، لو انا فتحت لك الموقع اللي انت شايفه قدامك ده، انا عايزك تركز بس على الجزء بتاع الهيدر اللي فوق ده. انا هنا في صفحة الهوم. لو انا رحت لصفحة الاباوت، تمام، اللي هو صفحة داخلية، في حاجة مشتركة. ايه هي؟ ان الجزء اللي فوق ده ثابت زي ما هو. لو رحت برضو للكونتاكت اس، تمام، برضو هلاقي نفس الجزء بتاع الهيدر ده ثابت في الصفحة بتاعته. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الجزء ده مكرر في كل الصفحات اللي انت بتخش فيها تقريبا. يعني الجزء بتاعي ده هندسه، لو انا اللي هو الجزء بتاع الهيدر اللي هو مقدمه الصفحه ده، لو انا عملته في 100 سطر الكود بتاعه، و100 سطر تاني ستايل اللي هو الالوان والستايل بتاعه عموما، يبقى انا هنا بتكلم في 200 سطر. هنقول ان الستايل ثابت، انا ما غيرتش حاجه في الستايل عموما، هو ثابت في كل مره. هنقول بس ان الهيكل بتاع ال HTML انا كتبته في 100 سطر، وال 100 سطر دول مكررين معايا في عدد الصفحات اللي انا بدخل عليها. لو انا الموقع بتاعي فيه 1000 صفحة، فطبيعي ان ال 1000 صفحة هتلاقي فيهم نفس الهيدر ده. كذلك الفوتر اللي تحت، الجزء اللي تحت ده، لو انا دخلت مثلا على الاباوت اس ونزلت تحت كده، هلاقي نفس الايه؟ نفس الفوتر. يعني في اجزاء من الويب سايت مكررة معايا، وده طبيعي. افتح اي موقع في الدنيا كده هتلاقي فيه اجزاء مكررة. طيب الاجزاء المكررة اللي انت شايفها دي، انا عندي دلوقتي 100 سطر. لو انا دلوقتي قلت ان انا الموقع بتاعي عباره عن 20 صفحه، يبقى ال 100 سطر دول مضروبين في 20، يبقى تقريبا انا عندي 20,000، انا عندي اسف 2000 سطر، تمام، مكررين. ده في جزء واحد. انت متخيل ال 2000 سطر دول مكررين في جزء واحد؟ وخد بالك كمان ان عدد الموقع هنا صفحاته قليله. الفيسبوك موقع كبير قوي، انت في صفحات الصفحات. طيب ال 2000 سطر اللي انت كتبتهم دول، هم دول مش بيزودوا حجم الملفات عندك؟ يعني انا لما اعمل ملف وتيجي تكتب فيه كود هتلاقي حجم الملف، تمام، زاد معاك. طب انا دلوقتي عندي جزء واحد اتكرر معايا 2000 سطر،
طب جزء تاني مكرر 3000 سطر، طب جزء تاني 4000. انت دلوقتي بتتكلم ان انت عمال بتكرر اكواد هي اصلا المفروض ما تتكررش، المفروض ما تتكررش. طيب تكرارها بيعمل ايه وعدم تكرارها هيفيدني في ايه؟ تكرارها طبعا هيخلي الموقع تقيل. هو انت دلوقتي لما بتيجي تدخل مثلا انت في صفحة الهوم بتاعة الفيسبوك وعايز تخش على صفحة البروفايل بتاعك، انت في لحظة بتلاقي نفسك في البروفايل. طب لو عايز تروح تدخل على صفحة بروفايل حد تاني برضه في لحظة بتلاقي نفسك هناك رغم ان الموقع كبير. ليه؟ لان هم اعتمدوا على تقليل الاكواد اللي حضرتك شايفها دي. بناء على ايه؟ قال لك الرياكت دي احنا هنعملها بنظام اسمه الكومبوننت. ايه الكومبوننت؟ كل الكلام ده انا هشرحه لك بالتفصيل ان شاء الله في وقته، بس انا هنا بدي لك نبذه بس. كومبوننت يعني ايه كومبوننت؟ قال لك يعني كل جزء في الصفحه يكتب مره واحده وتقدر تستخدمه اكتر من مره بدون التكرار. يعني ايه يا هندسه؟ شايف انت ال 100 سطر بتوع الهيدر دول؟ لو انا نزلت تحت كده وعملتهم في كومبوننت وسميتها مثلا هيدر، هو الهيدر دلوقتي ملف فيه كام؟ فيه 100 سطر فقط. طب يا هندسه اهو الهيدر ده متكرر في الصفحات التانيه، قال لك كل اللي عليك ان انت في الصفحه الداخليه تنادي بس على اسم الهيدر. انادي على اسمه، تنادي على اسمه بدون ما تكتب ال 100 سطر تاني. يبقى انت دلوقتي قللت حجم الاكواد من 100، تمام، بدل ما كنت هتكتبهم 2000، وده في جزء واحد. فبنفس الكيفيه كده ايه اللي هيحصل؟ بنفس الكيفيه كده انت بتقلل حجم الاكواد بتاعه الموقع بتاعك كامله. فبالتالي لما حجم الاكواد وحجم الملفات بيقل سرعه الموقع بتاعي بتزيد. فانا بضمن ان المستخدم بتاعي مش هيسيبني ولا انا هسيبه. انت دلوقتي بتقدر تتفرج على الريلز، بل في افلام كامله، تمام، وحلقات كامله من برامج بتعدي الساعه والساعتين وبتبقى موجوده على الفيسبوك وبتتفرج عليها وما بتقطعش. طب ده نتيجه ايه؟ نتيجه نظام الكومبوننت اللي انا بقول لك عليه ده، ان الكود بيكتب مره واحده ويكرر عشرات المئات او عشرات الالاف من المرات، مفيش فيها اي مشكله اطلاقا. طب ده رقم واحد، ده ميزه من ضمن المميزات بتاعت الرياكت. طب الميزه التانيه قال لك ان الرياكت بتعتمد على، تمام، التعامل مع السيرفر الاي بي اي. ايه الاي بي اي ده يا هندسه؟ الاي بي اي ده، تمام، ده زي ما تقول كده مكان فيه منتجات كتير او فيه بيانات كتير قوي موجود على السيرفر. انا بجيبها من السيرفر واعرضها فين؟ واعرضها في المكان بتاعي. ولنفترض مثلا انت عندك الانستجرام او اليوتيوب. اليوتيوب دلوقتي انت لما تخش على اليوتيوب وتتنقل من فيديو للتاني للتالت، هو انت مفكر ان دي كلها صفحات؟ ده هي صفحة واحدة. اليوتيوب اللي انت شايفه ده كله في الفيديوهات لما بتيجي تتنقل ما بينها للتاني هي صفحة واحدة. بس لما بتيجي تضغط على فيديو معين الصفحة دي البيانات اللي فيها القديمة هتتشال وهيتعرض مكانها البيانات الجديدة بتاعة الفيديو اللي انت ضغطت عليه. وكمان في الجنب هنا هتلاقي الترشيحات بتاعة الفيديوهات التانية. فده بيعمل ايه يا هندسة؟ ده طبعا برضه ما بيخلينيش اخد وقت، لان انا لو عندي الكم الهائل ده من الفيديوهات وكل فيديو ليه صفحة معينة، يبقى انا اليوتيوب ده لما اضغط على فيديو معين فيه مش هيفتح غير تاني يوم. ده لو فتح اصلا تاني يوم كمان. الانستجرام بتاعك كله ريلز وصور. الريلز اللي هي الفيديوهات والصور طبعا دي احجامها اكبر من احجام الكود، اكبر من احجام التكست اللي هو النصوص. بالتالي الموقع لازم أن يكون سريع. علشان كده هم عملوه بايه يا هندسه؟ هم عملوه باستخدام الرياكت. الواتساب لما بتيجي تبعت ملفات او صور او اكواد او بتكتب شات او تكست ما بينك وبين حد من صحابك، ما هو معتمد على نظام الايه الكومبوننت. في مثلا مليار مستخدم ولنفترض على الواتساب، ولنفترض، تمام، هو انت مفكر ان المليار مستخدم دول لهم مليار بروفايل؟ لا، ده هو بروفايل واحد والداتا بتاعتنا كلها بتتغير في الشركه في نفس البروفايل، فيما معناه يعني. فده الرياكت. طبعا الرياكت لها مميزات تانية كتير قوي، ليها مميزات تانية كتير هتعرفها لما ايه، لما نوصل ليها ان شاء الله رب العالمين. طيب
انا طبعا مش هقدر اقول لك المميزات بتاعتها ايه، لان انت مش عايز دلوقتي ايه زي ما اقول كده اخوفك ولا اي حاجه، لان في كلام انت ممكن ما تفهمهوش. بس ده فيما معناه ان الرياكت بتساعدك ايه، بتساعدك ان الموقع بتاعك يكون اسرع شويه، بتقلل حجم الاكواد اللي انت كاتبها. الكود انت بتكتبه مره وتقدر تستخدمه اكتر من مره. تمام. لو انت عملت موقع باستخدام الرياكت هيكون اسرع عشرات المرات من ان انت تعمله بس كاستاتيك. حتى هنا انت بتستخدم تحت بيانات كتير قوي. في الاستاتيك لا، في الاستاتيك انت بتستخدمش اي بيانات خالص، ومع ذلك الرياكت برضو اسرع. ففي حاجات تانية كده ومميزات تانية. طبعا في جزء الباك اند احنا هنشتغل مع بعض بالبي اتش بي، وهناخد معاها لارافيل للناس اللي كملت معانا الباك اند ان شاء الله. طيب وده برضو هكلمك عليهم ان شاء الله في وقتهم. طيب تعالى دلوقتي بقى اكلمك في نقطة. الناس اللي في حاسبات طبعا عارفة الكلام اللي انا هقوله، وممكن يكون ناس عندهم خلفية برضو، بس تعالى علشان الناس اللي ما تعرفش اي حاجة في الجزئية دي. الكمبيوتر يا هندسة بيفهم الكود بتاعي ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو فتحت ولنفترض، تعالى مثلا فتحت كده الفيجوال بتاعي واقول لك برضو، ده اكواد مثلا. كل اللي انت شايفه قدامك ده كود، وده كود ال HTML. طبعا ايه، مش عاوزك تخاف ولا تقلق وتقول الاكواد كتير ومكتوبة ازاي وحروف. كل الكلام ده اصلا ايه، كلام سهل خالص. الاكواد اللي مكتوبة دي ازاي انت بتبدأ تكتب هنا كده مثلا كود بايدك، والكمبيوتر بيفهمه وبيترجمه؟ اللي بيحصل كالآتي. اول لغه برمجه اتعملت كان اسمها الاسمبلي لانجوج. تعالى مثلا، اسمها ايه يا هندسه؟ اسمها الاسمبلي. معلش ممكن أسأل سؤال؟ هو الفيديو ده متسجل؟ اه كله متسجل. تمام. عندي حاجه اسمها الاسمبلي لانجوج، دي لغه الكمبيوتر الاساسيه. اي لغه برمجه في الدنيا اعتمدت على اللغه دي. الكمبيوتر ما بيفهمش الكلام اللي انا بقوله له، تمام، وما بيفهمنيش ولا انا بفهمه. طب ازاي هو لا بيفهمني ولا انا بفهمه وما بيفهمش اللغه بتاعتنا؟ وازاي في لغات برمجه كتير قوي رغم ان السينتاكس بتاعها مختلف، يعني مثلا واحد بيكتب بطريقه واللغه التانيه بتتكتب بطريقه، ومع ذلك هو بينفذ دي وبينفذ دي، في حين ان هو اصلا ما بيفهمناش. الكمبيوتر يا شباب ما بيفهمش غير اللغه اللي قدامك دي، بس اللغه دي صعبه شويه. الناس اللي خدتها في حسابات تمام ممكن تكون بتنجح فيها بالعافيه، تمام، انا واحد من الناس ناجح فيها برضه بالعافيه. اللغه اللي انت شايفها قدامك دي مبنيه على نظام اسمه الباينري كود. ايه هو النظام الباينري ده يا هندسه؟ اللي هو صفر وواحد، واحد وصفر. من الاخر كده انت كل التعليمات اللي انت عاوز تدخلها للكمبيوتر، بص هنا كده انبوت، تمام، بيحصل لها بروسيسنج، معالجه، عشان تطلع لك اوتبوت. الانبوت بتاعتك اللي انا هقولها للكمبيوتر لازم بكلمه بلغه الباينري كود اللي هي صفر وواحد، واحد وصفر. فطبيعي انت لو غلطت في واحد مكان الصفر او بدلت او كلام من ده، طبعا الاوتبوت هيكون مختلف عن اللي انت عايزه. فطبيعي هتيجي تقول لي اللغة صعبة، صعبة جدا. انت متخيل ان انت لو غيرت او بدلت او نسيت، الامور كلها بتبقى في حتة تانية. فطبعا هنا الاسمبلي كانت صعبة جدا ان الناس تتعلمها. طب نعمل ايه يا هندسة؟ قال لك لا، احنا عايزين نعمل لغات برمجة الناس تقدر تتعلمها بسهولة، واحنا مسؤولين ان ناخد لغات البرمجه دي ونفهمها للكمبيوتر بنظام الباينري، والباينري ده يتم معالجته للكمبيوتر وبعدين يطلع لي الخارج اللي هو الاوتبوت. ازاي؟ دلوقتي لغات البرمجه معموله انجليزي. انا مثلا هنا كاتب اهو سيكشن كلاس البانر، تمام، القسم بتاع البانر انا سميته بانر. طب ايه يعني ايه سيكشن؟ طب هو فاهم كلمه سيكشن؟ طب فاهم يعني ايه كلمة فئة اللي هي كلاس؟ طب فاهم يعني ايه كلمة بانر؟ لا، والمسميات دي انا اللي مسميها.
عندي عنوان مسميه about us، من نحن، او ماذا عنا. تمام. انا برضو اللي مسمي الاسماء دي. طب هو يعرف الكلام ده؟ هو ما يعرفش الكلام ده. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الانبوت اللي انا بكتبها له حاليا في شكل لغة برمجة انجليزي او ايا كان، انا دلوقتي بكتب له التكست بتاعي اهو، ايا كان التكست بتاع اللغة يعني. التكست ده بيقوم رايح هنا كده، هيحصل له بروسيسنج. طب ما هو مش فاهمه، هيحصل له بروسيسنج ازاي؟ قال لك لا، ده قبل ما يحصل له بروسيسنج هيخش على حاجة اسمها كومبايلر. الكومبايلر ده ايه يا هندسة؟ مهمته ايه؟ الكومبايلر ده مهمته ان هو هياخد منك التكست ده، وهو اللي هيحوله للباينري. يعني من الاخر، التكست اللي انت هتكتبه الكومبايلر هياخده، وهو اللي هيحوله. الكلام ده هيحوله لصفر وواحد. يعني انا هنا هندسه لو كنت كتبت كلمه هلو، الكومبايلر ده هياخد كلمه هلو ويروح يشوفها عباره عن ايه، صفر واحد واحد مثلا، صفر واحد، ولنفترض مثال. طبعا انا هنا بقى ما اعرفش الكلام ده. طب مين اللي هيعرفه؟ الكومبايلر هو اللي هياخد منك الجزء ده ويروح يطلعه لك في الشكل ده. وبعد ما يحوله للشكل ده هيروح يعمل له معالجه، وبعدين يروح يطلعه لك الاوتبوت، اللي هو لو انا رحت لاباوت اس هتلاقيه هنا كاتب لك ايه؟ كاتب لك كلمه اباوت اس. مين اللي بيطلعها لي في النص يا هندسه ومين اللي بيحولها لي؟ الكومبايلر. الكومبايلر ده من اشهر الحاجات اللي موجوده في لغات البرمجه. في اللي بيقوم بنفس الدور بتاعه تمام في لغات برمجه تانية، زي تقريبا السي شارب او السي بلس بلس، تقريبا اسمه انتربريتر. تمام. وفي تاني ليه مسميات تانية، بس دول اشهر اسمين. واشهر اسم هو الكومبايلر. مهمته بياخد مني الكود اللي انا بكتبه باي لغه برمجه، يحوله لباينري كود، علشان الكمبيوتر ما بيفهمش غير الباينري كود، وبالتالي بيطلعه لي اوتبوت اللي هو ده. طيب يا هندسه، دي نقطه. انت وانت شغال بقى، من الحاجات اللي لازم تراعيها علشان تحافظ على سرعه الموقع بتاعك وعلى الكلين كود بتاعك، ان التكست اللي انت بتكتبه تبقى تكتبه زي ما بنقول كده على نظافه. يعني ايه على نظافه؟ ما تكتبليش سباكيت كود، يعني ما تودنيش وتجيبني وتوديني وتجيبني وخلافه. خلي دايما الكود بتاعك نظيف وواضح، علشان الكومبايلر ده يقدر يفهم اللي انت تقصده، وبالتالي يروح يحوله لك لباينري كود بسهولة، وبالتالي الكود يطلع على الشاشة ويتنفذ بسهولة وبسرعة. لو واحد بيسألك عن مكان، وانت دلوقتي جيت قلت له روح اخر الشارع يمين هتلاقي المكان، انت هنا وصفت له وصف دقيق بسرعه. طب لو هو بنفس الشخص بيسالك وانت عمال تودي، لا انت هتروح لاخر الشارع هتلاقي في مكان كده، طب هتروح ناحيه الشمال هتلاقي كذا، انت عمال توديه وتجيبه، وفي النهايه انت هتوصف له برضو المكان، بس انت عمال بتوديه وتجيبه. الكومبايلر هنا بقى هيحل لك الكلام اللي انت بتقوله. بس انت طبعا على ما هو يفهمك، يفهم اللي انت الكلام اللي انت بتقوله، هياخد وقت اطول من اللازم. انا دلوقتي مثلا التكست ده الكومبايلر فهمه ولنفترض في ثانية. طبعا هو بيتفهم في أجزاء من الثانية، بس هنقول في ثانية. طب أنت هنا لو الكلام بتاعك مش واضح والكومبايلر بيحاول إن هو يفهمه، هياخد مثلا 3 ثواني. يبقى الأوتبوت مش هيطلع غير متأخر. أنت دايما تفتح مواقع كده تلاقيها لسه بتحمل، لسه الشاشة بتاعتها بيضاء، لسه الكود ما بدأش يظهر. طب ده ليه؟ علشان في مشكلات كتير، مبدئيا منهم التكست اللي مكتوب مش كلين كود. دي نقطة. فطالما مش كلين كود، الكومبايلر ده هينفذه بصعوبه، او هينفذه بعد وقت متاخر. ده عامل من ضمن العوامل اللي انا بقول لك لازم تراعيها. طب رقم اتنين، ممكن يكون الموقع اللي انت حاطه هنا حاطط صور كتير قوي، وانا قلت لك الصور والفيديوهات احجامها اكبر من احجام التكست، فبالتالي هتتنفذ بعد فتره. طب مين اللي كان بيحل لي المشكله دي؟ حاجه من ضمن الحاجات اللي مميزه فيها الرياكت. تمام. وطبعا في حاجات تانية انا هقولها لك برضو، احنا شغالين في كتابه الكود. ده كده ملخص بسيط عن المحتوى بتاعنا.
تمام، وعن حته الكمبيوتر بيفهم ازاي ويعني ايه كلمه كومبايلر. طيب انت مطلوب منك ايه في الكورس ده علشان تستفاد منه؟ انت مطلوب منك ان انت تحضر معايا لايف، مطلوب منك تاخد المحاضره، تراجع عليها وتذاكرها كويس تاني. ذاكر وامسك ورقه وقلم. لو انت اول مره تسمع كلمه كومبايلر، تمام، اكتب يعني ايه كومبايلر عندك في الورقه بتاعتك. الكومبايلر ده عباره عن ايه؟ والله مثلا هتكتب واحد هيقول لك عباره عن برنامج بيحول لغه البرمجه للغه باينري كود اللي هي صفر وواحد علشان الكمبيوتر يفهمها، وشكرا على كده. يبقى انت دلوقتي فهمت نقطه زي كده. ممكن حد في اي انترفيو يسالك ايه العوامل اللي بتساعد في سرعه الموقع بتاعك؟ الكلين كود، البيست ورك فلو، تمام، الفايل ستراكشر، الايمج سايزز. عندك مثلا الكومبايلر، طب الكومبايلر بيحول الكود ازاي؟ طب الكومبايلر بتاع الجافا سكريبت بيختلف عن الكومبايلر بتاع لغه برمجه تانية. حاجات كتير قوي لازم ان انت تكون واخد بالك منها. وبعد ما تخلص مذاكره وتكتب النوتس دي، تمام، ابدا طبق الكود اللي احنا اخدناه مع بعض بتاع المحاضره. وبعد المحاضرة في كود أو في تاسك هينزل لك، ابدأ حاول فيه. طب هندسة التاسك فيه تركاية حاول فيها. أنت بيبقى معاك ما بين المحاضرة والتانية 3 أيام. النهاردة مثلا لو احنا بنقول الحد والأربع، تمام، أنت معاك الحد الاثنين التلات ومعاك الأربع برضه لحد قبل المحاضرة بساعة أو ساعتين على ما تبعت لي التاسك. أنا كده كده هحدد لك ديدلاين، يعني آخر ميعاد تسلم فيه التاسك. فاهمني؟ فحاول واسال جوجل، اسال شات جي بي تي. تمام، طب انا والله حاولت وما بقتش فاهم اي حاجه ومش عارف الدنيا رايحه لفين. تعال اسالني وانا هقول لك التاسك ده تقدر تعمله ازاي، او تقدر تحاول فيه ازاي، او ايه النقطه اللي انت شايفها صعبه. اكلمك فيها عادي في الشات ما بيننا وبين بعض على الواتساب، مفيش اي مشكله. بس ما بعتلكش التاسك دلوقتي انت ما حاولتش فيه، مش عارف تبدا منين، تمام، مكسل تبدا فيه وعايز المعلومه على الجاهز. فصدقني انا مش هرد عليك علشان نبقى مع بعض كده. مش هرد عليك، مش هرد عليك عشان نتنك او كده، لا، مش هرد عليك عشان انت مش عايز تتعلم. تمام، دي نقطه. النقطه التانيه، علشان انت ما بتحاولش وعلشان انت مش هتستفاد. خد بالك ان انا عليا 50% وانت عليك 50%. انا ال 50% بتاعتي ان انا اشرح لك بما يرضي الله واقف جنبك وقت ما تحتاجني، سواء في الكورس بعد الكورس. ال 50% بتاعتك ان انت تطبق ورايا وتسلم تاسكاتك في مواعيدها علشان تقدر تطلع باقصى استفاده من الكورس. لو الكورس انا اديتك 100 معلومه واشتغلت ب 70 معلومه، تمام، ونسيت 30، حاجه حلوه قوي. ال 30 كده كده هيجوا مع الوقت. وال 100 معلومه اللي انا اديتهم لك خلال ال4 شهور، انت مع نفسك هتزودهم بعد كده في شهر واثنين وثلاثه وهتذاكر عليهم اكتر. فما تركنش محاضره حتى لو كان وراك ظرف. المحاضره مش هتاخد ساعه زمن منك وانت بتشوفها. وطلع نوتس واكتبها واحتفظ بالنوتس دي معاك. انا لحد النهارده والله معايا كشاكيل، تمام، عدى عليهم 8 سنين ويمكن دخلنا في 9 10 سنين كمان، وحطيتهم في المكتبه بتاعتي وبرجع لهم. تمام، ده اللي انا اقدر اقوله لك لو انت عايز تستفاد من المحتوى ده. ما تكسلش انت اطلاقا. ناقص 3 دقايق واللايف هيقفل. انا واخد بالي، انا كده كده خلصت النهارده. ففي حد تمام. عنده اي سؤال او اي حاجه، تمام، نتكلم فيها في ال3 دقايق. انا النهارده انترودكشن، انا اول فتره مش هطول عليك خالص عن ساعه. تمام، هو كده لحد دلوقتي تمام، الدنيا تمام. بس هو بالنسبة للرياكت هناخد كل رياكت يعني ريدكت وراوتنج والكلام ده. هتاخد كل الكلام ده ان شاء رب العالمين، ما تقلقش. خير ان شاء الله. احنا النهارده مثلا احنا بنتكلم في الجروب 100 واحد. تمام، انا عارف ان في ناس هيبقى نفسها قصير بعد شهر، وناس تانية نفسها هيبقى اقصر بعد شهرين، وناس الدوبامين بتاعها هيقل بعد 3 شهور، وناس دي حقيقة. ما عادتش هتطبق. فانا بقول لك من دلوقتي خلي نفسك طويل، هم 4 شهور وانا مش هضغطك. تمام. سؤال معلش، بس بالنسبة للالجوريزم والستراكشر والديزاين باترن بروبلم سولفينج. لا، ده جزء بقى في شغل الباك اند، تمام، وحاجات تانية انت كفرونت اند مالكش علاقة بيها. انت لو انت عاوز تزود مهاراتك مثلا ممكن تشوف حاجات زي دي للفرونت اند بس. كده كده، تمام، الحاجات دي ما بتشتغلش كفرونت اند ايه معاك. يعني انت مش مطالب بيها فاهم. بنسبة 100%، لكن لو انت باك اند انت هتزعل فيهم في انترفيو. اكيد طبعا، عشان ده ستراكشر والالجوريزم اهم حاجة وبروبلم سولفينج. بالظبط كده. تمام حد. يا هندسة، الله ينور، احلى انترودكشن في الدنيا. الله يبارك لكم يا شباب. ممكن تفاصيل باك اند يا باشمهندس.
ماشي، ده على الخاص بقى. في حد بعت لي مسج او بيسالني سؤال، بيقول لي هندسه تمام، المحاضره مسجله يا شباب. حبيبه زهره، ليه ما نعملش جروب نبعت فيه التاسكات علشان نشوف تفكير بعض؟ لا. تمام. لاكتر من سبب، معلش، في حد ممكن يرمي لي التاسك مثلا في الجروب، تمام، وحد تاني يخش ياخد الكود من غير ما يفهمه. لا، انا عايزك انت تجرب واعمل لي يا عم اوحش تاسك في الدنيا، بس تبقى انت مقدرني في التاسك، وانا هقول لك ايه الاخطاء اللي عندك، تمام، واساعدك فيها، واقول لك حاول مره تانية وخلافه. ال- الفرق ما بين الانجولار والفيو والرياكت: الرياكت مكتبه، الانجولار والفيو فريم ورك. تمام. الفرق ما بين المكتبه والفريم ورك ان المكتبه فيها كومبوننت جاهزه بقدر استخدمها. الانجولار والفيو كل حاجه انا ببنيها من الصفر. برضو في حاجات تانية في الاستخدام اللي هو في الابديتس. لو الانجولار شركه جوجل هي اللي عاملاها، لما بيحصل ابديت في النسخه الجديده، النسخه القديمه ما بيعتمدهاش، فبالتالي انت بتفضل مستمر ان انت تذاكر الجديده، يا اما كده مش هتشتغل بانجولار. الرياكت لا، لو حصل ابديت تمام ممكن تذاكره بعدين، لو مش عايز تذاكره فالنسخه اللي انت شغال بها حاليا شغاله ومعتمده وامورها تمام. كذلك برضو نفس الكلام للفيو. فانا مش هطول عليكم اكتر من كده، فاضل دقيقتين. تمام. الناس اللي عايزه تعرف تفاصيل الباك اند ان شاء الله تبعت لي على الخاص، تمام، وهعرفها برضو التفاصيل. لو في حد عنده اي سؤال في محاضره النهارده برضو يقدر يبعت لي على الخاص. الانترودكشن دي هرفعها يا اما النهارده او بالكتير او بكره. تمام. وان شاء الله المحاضره اللي جايه بتاعت يوم الاربعاء هنبدا في كتابه الكود واحده واحده كده برضو، طب تاسكاتك تمام هنزلها لك باستمرار، ممكن يبقى بعد كل محاضرة تاسك او ممكن كل محاضرتين تاسك، على حسب الايه. هندسة، مش مهندس ترتيب البرامج عشان انا ما سطبش البرامج كده. هقول لك عليها في الخاص، تمام، والمحاضرة اللي جاية هقول لكم برضو على برنامج احنا هنحتاجه. المحاضرة هتفصل دلوقتي نص دقيقة. تمام. فلو حد عنده اي سؤال يبعت لي على الخاص. يلا، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. تسلم يا هندسة. حبايبي.